وهتلعب مثلا لعبه على ببجي على سموث فريم ريت 90 فريم في الفئه دي، حاجه مش بتتكرر. معادنا النهارده مع فلاج شيب كيلر جديد من شركه شاومي. وايوه انا هنا بتكلم عن البوكو اف 5 برو. الموبايل ده حرفيا جاي بامكانيات فلاج شيب مع سعر هنا موبايلات فئه متوسطه عليا شويه. على سبيل المثال مثلا معاك معالج هو الاقوى في سعره، مع شاشه برضه هي الاعلى في سعرها، وكاميرات كويسه. الموبايل ده موجه للناس اللي عايزه تاخد اداء وشاشه، لان هم دول حرفيا نقاط القوه في الموبايل ده. خلينا ما نضيعش وقت كتير كده وخلينا نعرف كل حاجه عن الموبايل ده. وقبل ما نبدا بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. بس كده خلينا نبدا في الفيديو. نبدا كده على طول بواحده من نقاط القوه في الموبايل ده، وهي التصميم، وخاصه النسخه اللي جايه باللون الابيض. حرفيا التصميم ده واحد من افضل التصاميم اللي نزلت في الفئه دي. ظهر من الازاز باللون الابيض الفخم جدا، مع نافذه كاميرات شكلها جامد وجديده كمان في الفئه دي. فانت مش محتاج حاجه ثانيه حرفيا من تصميم موبايل في الفئه دي. انت اصلا احمد ربنا ان هم اهتموا بالتصميم في الفئه دي اصلا، لان الفئه دي موجهه كلها للالعاب. نادرا ما اهتموا بالتصميم اصلا والخامات وكده، ولكن شاومي هنا اهتمت بالخامات بتاعه التصميم بالشكل والكلام ده كله، بحيث انت مش جايب موبايل للالعاب، لا انت جايب موبايل هيسد معاك في حاجات كتير. المشكله هنا ان برضو الفريم جاي من البلاستيك، ولكن ده شيء معتاد في الفئه دي. وزن الموبايل ده يعتبر تقيل شويه للناس اللي بتحب الموبايلات الخفيفه. الموبايل هنا جايب وزن 204 جرام، وتخانه هنا 8.6 مللي. فالموبايل هنا بالنسبه للناس اللي بتحب الموبايلات التقيله هيبقى مريح جدا في ايدهم، لان هنا في كيرفات في الموبايل نوعا ما، فهتحسن من مسكه الموبايل. اما الناس اللي بتحب بقى الموبايلات اللي بتبقى 180 جرام ولا حاجه، فالموبايل ده هيتعبهم شويه، لان الفرق هنا ال 25 جرام ده الصراحه يديك احساس ان الموبايل تقيل. نقلب بقى الموبايل كده على وشه ونتفرج على الشاشه. عندك هنا حواف قليله، ولكنها مش اقل من البوكو اف 5. اعتقد ان البوكو اف 5 اللي هو ارخص منه طبعا كان جايب حواف اقل من دي، ولكن طبعا ما كانش جايب بنفس الشاشه دي خالص. يعني انت معاك شاشه كواد اتش دي، مش فول اتش دي، لا هي هنا كواد اتش دي، شاشه اموليد 120 هرتز داعمه للاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، مع سطوع بيوصل لحد 1400 نتس. والشاشه دي اصلا بتوفر كمان في البطاريه لانها داعمه للادابتيف سينك. تقدر تخلي هنا الريفريش ريت على الديفولت، بحيث ان هو السوفت وير هو اللي هيختار لك. انت مثلا بتسكرول في فيسبوك هيقوم رافع لك الريفريش ريت لحد 120. اما تتفرج على فيديو مثلا فانت هنا مش محتاج ال 120 هرتز، فطبعا هيقوم منزلها لحد كده ايه رقم قليل، بحيث انه يوفر لك في البطاريه ويديك اداء كويس. مع تاتش سامبلنج هنا 480 هرتز هتديك حساسيه لمس الصراحه كويسه جدا في الالعاب. فالشاشه طبعا لو جيت تقارنها بالبوكو اف 5 فطبعا لا، هتلاقي البوكو اف 5 هو اقل في الحواف، بس باقي الحاجات حرفيا البوكو اف 5 برو احسن فيها كتير. الكواد اتش دي يا جماعه بتفرق جدا حرفيا. يعني على سبيل المثال مثلا اي موبايل فول اتش دي في الدنيا هيبقى كثافه البكسلات بتاعته تتراوح من 380 بكسل مثلا ل 400 بكسل، ده في الانش الواحده طبعا. انما الموبايل ده شاشته 526 بكسل في الانش. وده يخلينا مثلا لو رحنا جبنا موبايلين، واحد فول اتش دي والتاني كواد اتش دي، وفتحنا على الموبايلين نفس الفيديو بكواليتي فول اتش دي، هتلاقي على الرغم من ان احنا فاتحين الفيديو هنا فول اتش دي، الا ان شاشه الكواد اتش دي مدياك كواليتي اعلى، بتحسسك ان انت فاتح الفيديو على كواليتي اعلى من فول اتش دي، ولكنها هتسحب شويه في البطاريه طبعا، احنا عارفين الكلام ده، ولكنها هتديك كواليتي عاليه غير مسبوقه برده في الفئه دي. على ما افتكر الحوار ده برده كان موجود في الوان بلس 10 برو في نفس السعر ده تقريبا. شاشه برده كانت كواد اتش دي. الشاشه دي جايه عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. كنت اتمنى بقى يحطوا الجوريلا جلاس فيكتس مثلا، لان دي تبقى اقوى شويه، بما ان برده سعر الموبايل غالي يعني. ولكن طبعا انت هنا مش كل حاجه هتلاقيها في الموبايل، لان ده مش فلاج شيب، هو يعتبر فلاج شيب كيلر. خلصنا كلام عن الشاشه بقى، دلوقتي نيجي لاقوى حاجه في الموبايل ده كمان، ودي حرفيا حاجه مش هتلاقيها في اي موبايل في الفئه دي خالص، وهي المعالج. بتتكلم هنا على معالج سناب دراجون 8 بلس جين 1، معالج طبعا بقى 4 نانو متر، معالج فلاج شيبس 2022. حرفيا هنا اداء ما فيهوش غلطه، مع واجهه شاومي الميو اي 14 المستقره جدا في الموبايل ده. موبايل حرفيا مش هيهنج معاك، عايز تفتح اي برنامج هيقوم فاتح، تقفله تقوم قافل على طول، مفيش بقى بجات ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. وده راجع اصلا ان شاومي بدات تحسن في السوفت وير بتاعها، ولكن مش في كل الموبايلات. في حاجات اتحسنت، ولكن لسه في بعض الموبايلات فيها مشاكل. ولكن شاومي بدات تظبط السوفت وير، وكمان المعالج هنا قوي بزياده، قوي لدرجه ان خلاص بقى حوار البجات ده اصلا مش فارق معاه خالص. وهتلعب مثلا لعبه على ببجي على سموث فريم ريت 90 فريم في الفئه دي، حاجه مش بتتكرر. تجربه سلسه جدا، مش هتحس باي دروب فريمز في الالعاب. هو يا دوب بينزل 89 نطلع 90 تاني، ما فيش بقى دروب فريمز اكتر من كده. واللي بيساعد الموبايل ده في انه يديك اداء عالي، سرعه التخزين وسرعه الرامات. معاك هنا سرعه تخزين يو اف اس 3.1، ورامات هنا ال بي دي دي ار 5. واقل نسخه للموبايل ده 256 و8، في نسخه ثانيه 256 و12، مع نسخه ثالثه 512 مع برضه 12 رام. النسخه ال 512 دي الصراحه ممتازه للالعاب الثقيله، عايز بقى تنزل العاب كتير وتقيله، فال 512 دي الصراحه هتبقى كويسه جدا. بما ان بقى شاشه الموبايل ده هي شاشه اموليد، فطبعا في هنا عندك بصمه اوبتيكال تحت الشاشه، وبصمه سريعه جدا مفيش اي مشاكل خالص. كذلك الحال برضه بالنسبه للفيس انلوك، حاجه كده نظيفه ومحترمه الصراحه، مش هيقابلك بقى في مشاكل ولا حاجه. نيجي بقى كده لشويه مميزات موجوده في الموبايل ده. الموبايل ده بيدعم الان اف سي مع ستيريو سبيكرز هنا، بالاضافه هنا لسنسور بروكسيميتي موجود هنا هاردوير. وطبعا الموبايل ده داعم
ال 5G. نيجي بقى دلوقتي للكاميرات، وهنا دي بقى حاجه ما هياش اعلى حاجه في سعرها ولا هي برضو اقل حاجه في سعرها، حاجه كده تقدر تعتمد عليها لو انت حابب تصور حاجات على السريع. ولكن لو انت بقى واحد بتحب التصوير قوي محتاج كاميرا عاليه جدا وكده، فلا تقدر تتجه لموبايلات سامسونج اللي في فئات سعر طبعا اقل من كده، وهتاخد تجربه تصوير احسن. ولكن خليني اقول لك برضو ان الكاميرات اللي هنا كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل ومثبت بصري، والكاميرتين اللي احنا متعودين عليهم الالترا وايد 8 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل. والكاميرات هنا الصراحه ممتازه، يعني صور هتاخدها بتفاصيل عاليه ودايناميك رينج ومعالجه صور حاجه بصراحه كويسه جدا. شاومي بدات انها تتطور في حوار معالجه الصور ده الصراحه، فبيخلي اخر كام موبايل كده بصراحه معالجه الصور فيهم كويسه جدا، ولكن زي ما قلت لك مش احسن حاجه في فئات، ولكنها كاميرا ممتازه وتقدر تعتمد عليها عادي جدا. بالاضافه هنا السيلفي 16 ميجا بكسل، وهيديك برده معالجه صور كويسه وتفاصيل كويسه، ولكنها مش افضل حاجه في السعر ده. اي موبايل سامسونج في الفئه دي او في الفئه الاقل من كده كمان هتلاقيه بيديك كاميرات احسن من دي، ولكن دي مش وحشه عشان بس تبقى فاهمني. يعني بفضل المعالج القوي ده بقى الموبايل ده بيصور 8K، ولكنها نقطه مش اعتماديه قوي لانه لا بيصور لا بتثبيت ولا بفريمات كويسه، اخر 24 فريم بس، ولكنك هتعرف تصور هنا 4K 60 فريم وبتثبيت حاجه كده ممتازه. والسيلفي هنا للاسف بيصور 1080 60 فريم بس. كنت متوقع بقى بما ان المعالج ده قوي وكده فالمفروض ان هم يحطوا في السيلفي تصوير 4K، ولكن للاسف هنا انت اخرك 1080 بس. ولغايه دلوقتي تصوير ال 4K بالسيلفي حاجه كده حصريه للفلاج شيبس بس. الموبايل ده مش داعم لمدخل 3.5 مللي زي ما قلت لك، وكمان مش داعم للاس دي كارد، بما ان هنا في نسخ بتوصل منه ل 512 فانت مش محتاج خالص الاس دي كارد. البطاريه هنا ل 5160 ملي امبير، واللي هتديك وقت كويس جدا لو انت استخدامك متوسط، مع شاحن في العلبه مش اسرع حاجه 67 واط. كنت اتمنى بقى يحطوا ال 100 واط مثلا، ولكن مش مشكله اصلا، احمد ربنا ان الشاحن برده في العلبه و67 واط، دي برده بصراحه سرعه كويسه، بيشحن في حوالي 40 دقيقه. اللي فعلا بقى ممتاز جدا في سرعه شحن الموبايل ده ان الموبايل ده بيدعم الوايرلس تشارجنج وبسرعه عاليه جدا جدا، مش 10 واط ومش 15 واط ومش 20 واط، الموبايل ده بيدعم وايرلس تشارجنج 30 واط. تقدر تشحن الموبايل ده على شاحن وايرلس عادي بسرعه 30 واط، سرعه مش وحشه اطلاقا، حاجه الصراحه ثوريه في الفئه دي. وصلنا بقى لاخر حاجه دلوقتي وهي سعر الموبايل. سعر الموبايل ده رسمي في الامارات النسخه 256 12 2200 درهم، وبصراحه كده انا كنت متوقع مثلا يحطوا سعر 1800 درهم 1900 درهم، ولكن 2200 ده الصراحه عالي شويه على امكانيات الموبايل. لا طبعا سعر الموبايل ده كويس جدا وبيديك قيمه مقابل سعر ممتاز، ولكن انا كنت متوقع بقى بما ان شاومي يعني بتحط اسعار جنونيه فالمفروض كانوا يحطوا سعر اقل شويه. نيجي بقى الراي للموبايل، انا الصراحه شايف ان هو موبايل بيقدم قيمه مقابل سعر وكل حاجه عادي مع بعض، بس الحاجات اللي لو كانوا عملوها كان الموبايل ده بقى يفرق جدا، زي مثلا ان هم يخلوا فريم من المعدن، الكاميرات السيلفي يحسنوها شويه، يضيفوا بقى مقاومه ميه محترمه زي الاي بي 68 مثلا بحيث انه يفضل بقى تحت الميه عادي مش بس يبقى مقاوم لترطيش الميه وخلاص. غير كده بقى الموبايل ده بيقدم لك افضل حاجه في كل حاجه، يعني حرفيا تصميم روش جدا مع شاشه ممتازه مع افضل معالج وافضل بطاريه ممكن تاخدهم في الفئه السعريه دي، مع شحن وايرلس بسرعه جنونيه مش موجوده اصلا في الايفون 14 برو ماكس، وما فيهوش بقى البجات بتاعه شاومي ولا سنسور بروكسيميتي اللي بيهنج، الكلام ده مش موجود في الموبايل. فانا شايف الصراحه لو كانوا ضافوا الثلاث حاجات اللي انا لسه قايل لك عليهم دول كان الموبايل ده حرفيا هيبقى فلاج شيب مش فلاج شيب كيلر. بالنسبه لسعره الصراحه فهو كده حاجه ممتازه. وبس كده كانت كل حاجه عن البوكو اف 5 برو. لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده اشوفك الفيديو الجاي، سلام.